محاولاتش مش عارفين هنوصل لحد فين. ونتكلم عن برضو مسلسلات رمضان. كان المفترض انك تكون مع محمد رمضان، ولكن فجأة انا مسافر مش هبقى في العمل. كنت فعلا مسافر وعندي سينمات كنت بفتحها، اه. فما كانش هينفع مع جدول اللي جالي من الانتاج اني ابقى موجود في الفتره دي، وحاولوا يعملوا كل حاجه وانا حاولت اعمل كل حاجه وما نفعش. بس لا، ربك ما اردش. يعني الكواليس كلها تقول ان الحكايه مش حكايه سفر. لا لا خالص، انا مش كذاب على فكره، لو انا لا مش لا مش عاوز وما كذاب، كنتش بس همضي اكيد يعني. مش عايز تحرج حد، مش عايز لا تقول ان حاجه خالص، حصلت لا مثلا. انا احرج لو في حاجه غلط هحرج. اه اه مفيش حاجه خالص، وبعد كده كنت هبقى مبسوط جدا ان اشتغلت مع سامي ومع رمضان اه. يعني، وفي شركه سعدي وجوهر يعني. كل حاجه كانت جميله يعني، والنجوم اللي موجوده كلها نجوم صف اول يعني اللي موجوده طبعا جوه العمل. طبعا. فبالعكس. هل زينة مثلا بما ان في صداقه قويه بينكم حاولت تظبط الامور او حاجه، لا ولا انت لا كنت لا، واخد انا على قرار؟ فكره مشيت قبل ما زينه توقع، يعني زينه اه ما كانتش وقعت. اه لا خالص، ورمضان نفسه صديق عزيز عليا يعني، وسامي اه. وبعد كده يعني كبرت انا على ان حد يتدخل لي يعني، لو لا عايز لا حاجه طبعا. هقولها يعني. اه طبعا. طيب هل لو شفت نجاح العمل مثلا بقى نمبر 1 السنه دي في يا رب رمضان، يبقى نمبر 1. اه، مش هتتضايق بصراحه؟ لا لا، اتضايق ليه يا راجل انت؟ انك لا اقصد مش تتضايق انه نجح، تتضايق ازعل انك يعني برضه ان انا ما مش كنتش موجود.